الناس ديالي الغزالات، اش اخباركم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم عندي لكم واحد الوصفه زوينه بزاف خاصه بالبشره. وانت الحبيبه الا كنتي لاول مره كتزوريني في القناه ما تنسايش تابوناي معايا في القناه وما تنسايش تفعلي زر الجرس حتى هو باش توصلي بكاع الوصفات الطبيعيه. واي وصفه بغيتيها سير غير القناه في لي فيديو، اي حاجه بغيتيها غادي تلقايها تماك، لا البشره ولا الشعر ولا الجسم، المهم اي حاجه بغيتيها غادي تلقايها. حتى ما لقيتيهاش ماشي مشكل، كتبي لي في التعليق وانا معنيه غير نحط لك. وغادي نطلب منكم لي لايك بارطاج حتى هما. عاونوني من جهتكم باش نزيد نجيب لكم المزيد والمزيد من الوصفات الطبيعيه. اليوم كما قلت لكم عندي لكم واحد الوصفه زوينه خاصه بالبشره، يعني كتفتح لك اللون ديال البشره اولا كتبيض، كذلك كتحيد لك داك الطبايح، داك البقع الداكنه اولا داك المشكل تاع ضربات الشمس، يعني داك فاش مع الشمس وداك الشيء كنتحمروا. يعني هذه راه وصفه زوينه البشره، غير داوموا عليها. كذلك تعالج المشكل نتاع الكلف مع المداومه. هذا المشكل هذا ديما كنقول لكم مع المداومه الكلف راه ما كيمشيش بسهوله. داوموا على الوصفات لا بغيتوا هذا المشكل هذا تهناو منه. وكذلك كتحارب علامه الشيخوخه المبكره. وهذا المكون هذا اللي كنهضروا عليه فهو الباربا او البنجر او الشمندر على حسب كل واحد شنو كيسميه. حنا في المغرب كنقولوا ليه الباربا. المهم هادشي هذا تقولوا لي هادشي هذا كله كيديروا ما يمكنش، ما غتخسروا حتى شي حاجه. سيروا غير ديروا واحد البحث بسيط في الانترنت على هذا المكون هذا وغادي تشوفوا الفوائد ديالو العديده للبشره ديالنا. هو راه مزيان لينا للصحه، وكذلك الا درناه على البشره راه زوين وكيعطينا واحد اللمعه، واحد البياض البشره ديالنا ما تصوروهاش شحال زوينه. وحاجه اخرى غادي نقولها لكم، كاينه شحال من وحده كتكون سمراء كتقول اختي سمراء واش نبيض. ما نكذبش عليكم، راه اللي سمراء ولا بيضه ما كنبغيش نكذب هكا، لان من بعد داكشي غنتسمى كذابه ولا شي حاجه. الصراحه راه اللي سمراء واللي بيضه يعني فاش كنقول لكم تبيض راه يعني تبيض لك اللون، توحد لك اللون اولا تفتح لك اللون ديال البشره ديالك. وحتى الا كنتي سمراء الا عندك شي طبايع اولا شي بقع داكنه راه غتحيدها لك، كتعطيك واحد اللمعه للبشره ديالك، يعني غادي تفتح لك اللون ديال البشره ديالك. ماشي سمراء نقول لك غادي ترجعي بيضاء، راه ما نكذبوش، ما كاين ما احسن من الصراحه. هي راه وصفه زوينه بزاف، غير جربوها سواء كنتي سمراء سواء كنتي بيضاء، راه غادي تنفعك بزاف البشره ديالك. حتى الملمس نتاع البشره ديالك غادي تحسي به تبدل. غير ديروها وكونوا متاكدين غادي تعجبكم، ما غتندموش عليها، لان هذا المكون هذا نتاع الباربا راه زوين بزاف للبشره، راه حاجه اللي زوينه بزاف. معها مكونات اخرين حتى هي كتساعد على التبييض، على توحيد اللون، على محاربه دوك التجاعيد اللي كيكونوا في البشره. يعني معها جوج المكونات اخرين. المهم غنخليكم تشوفوا هذا الشيء فاش نخلص الوصفه. غادي ندوزو دابا نوجدوا اول حاجه المقشر، موراها عاد غادي نوجدوا الوصفه الاساسيه. غادي نوجدوا دابا المقشر، غادي نحتاجوا ليه القهوه او البن، ما تكونش القهوه سريعه الذوبان، القهوه حبيبات او البن حبيبات انتما كتشوفوا هنايا، يعني ماشي سريعه الذوبان، ما غاداش دير لنا التقشير. البن العادي المطحون العادي ها هو غادي نستعملوه. درت هنايا القياس نتاع معلقه كبيره، وغادي نضيف عليه هنايا عسل نحل طبيعي. نتوما نبقى نزيد شويه بشويه القياس، كاين واحد القياس محدد، غادي نبقى نزيد هكا ونخلط. الا كان عندكم العسل شويه قاصح ممكن تذوبوا باش يساعدكم في التخلاط، ولا كان ما كتواجدش عندكم العسل النحل الطبيعي، كاين اللي غيقولوا واش ندير عسل عادي نتاع السكر، غادي نقول لكم ممكن تبدلوه بزيت الزيتون الطبيعي. هذا باش تبدلوه، يعني ما تبدلوش بالعسل العادي، ديروا زيت الزيتون الطبيعيه باش هكا كتستافدوا. القهوه والعسل راهم غيساعدونا بزاف في التقشير وفي الترطيب حتى هو. وكيف قلت لكم الا بدلتوا العسل بالزيت راه حتى هي زوينه بزاف في الترطيب وغادي تساعدنا كذلك مع القهوه بالتقشير. المهم هذا هو المقشر ديالي هو واجد. دابا غادي نستعملوا على البشره ديالي. وهنا اول حاجه غادي ندير المقشر. المهم غادي ناخذو غادي نحطو على الوجه كامل والعنق كذلك حتى هما ما ننساش، ونبدا نستعمل حركات دائريه على البشره ديالي كامله. غادي نستمر هكا على حركات دائريه لمده 2 حتى 3 ديال الدقائق، ومن بعد غادي نخليه 5 دقائق على البشره ديالي بحال شكل الماسك، لان هاد المكونات هادو زوينين للبشره، يعني غنخليهم تستافد منهم. كيف قلت لكم غندير مقشر مده 2 حتى 3 ديال الدقائق، ونخليه من بعد هكاك على وجهي بحال شكل الماسك لمده 5 دقائق. غنستمر على هذه الطريقه هذه. من بعد غادي نغسل الوجه ديالي وغادي ندوزو باش نوجدوا الوصفه الثانيه.
هنا البنات غادي نحتاجوا واحد الحبه نتاع الباربه او البنجر او الشمندر. المهم انا كنلقاها بهذا الشكل هكا، ما كنلقاهاش خضراء. المهم نتوما شريوها خضراء الا بغيتوا، ولا عندكم بحال هذه ممكن تستعملوها. بغيتوا ديروها هكاك خضراء تحكوها او تبشروها في مبشره ممكن ديروها. بغيتوا تفوروها ديروها طيب على البخار، يعني تفور ما تسلقوهاش في الماء لان المنافع ديالها كلها كيمشي مع داك الماء. المهم كتبقى لكم اختياري، الا درتوها هكاك خضراء غديروها في حكاكه وتحكوها، ولا درتوها بحال تفورات بحال باش تكون بحال هذا الشكل هكا اللي عندي غادي تطحنوها بحال هكا بهذا الميكسور راه كطحن مزيان. المهم غادي نستمر هكا حتى طحن هاد الحبه هذه ديال الباربه كامله. هنا كيف كتشوفوا خديت غير القياس اللي غادي يقدني باش ندير الماسك ديالي. داكشي الاخر نقدر نعاود ندير به غدا او لا، المهم كيبقى لكم اختياري. حتى الا خلطتوا هذا وبقى لكم منه، انا كنبغي نستعمل حتى على يدي، يعني فاش كيشيط ليا كنستعمل حتى على يدي. او لا يمكن لكم تخليوه لا غد ليه غير غدا وخليوه في الثلاجه او المبرد وتستعملوه لا غد ليه ماشي مشكل. غادي نحتاج هنايا ثاني مكون اللي هو حليب بودره. ماشي ضروري هاد النوعيه هادي، اي نوع نتاع حليب مجفف عندكم ممكن ديروه. حتى الا كان عندكم حليب مجفف او حليب بودره الاطفال ممكن تستعملوه. انت غادي نديرو منه تقريبا هنايا عندي معلقه متوسطه، ديروا معلقه متوسطه اولا معلقه كبيره، يعني على حسب الكميه اللي درتو د الباربه. يعني هذا الشيء هذا اللي غنزيد. المهم نتوما غادي تشوفوا غتزيدوا الخليط. حتى الا شفتوها شويه قاصحه ممكن تزيدوا شي شويه ديال داك الباربه باش تطلق ليكم، راك ليكم ما غاديش تحتفظوا بها غير في الثلاجه وعاودوا خدموا بها. وهنايا غادي نزيد هنايا مايزينا او نشا الذره. اي نوع نتاع نشا الذره كتوفروا عليها ممكن ديروها، ماشي ضروري مايزينا. ولا ما عندكمش نشا الذره ممكن تبدلوها فرينه او الدقيق الابيض. هاد المايزينا راه زوينه في التبييض وفي الترطيب وفي محاربه التجاعيد، وكذلك الحليب بودره راه زوينه حتى هي في التبييض، محاربه التجاعيد، حيدنا داك التصبغات اللي كاين في البشره. المهم هادو مكونات بثلاثه اللي زوينين بزاف. المهم هادشي هذا القياس اللي خلطت جا هو هذاك مع داك الباربه اللي درت، يعني ما غادا نزيد ما غادا نقص. المهم غنخلطو هكا مزيان حتى نحصلوا على شكل بحال هكا. هانتوما كتشوفوا القوام ديالو كيف خرج. دابا غيمكن لي نطبق هذا الماسك على وجهي. هنا هذه الوصفه ديال الباربه واجده. المهم غادي نبدا نديرها على البشره ديال وجهي كامله، العنق الوجه كامل غنديرها حتى لدائره العينين. غادي ندير لها الوصفه هذه لان كيف قلت لكم هي مبيضه كتفتح اللون، يعني الا كانوا شي سواد اولا شي حاجه غيتحيد، يعني كتصلح حتى للهالات السوداء. الا كانوا الهالات السوداء راه مزيانه ليهم، وبما انها كتصلح حتى التجاعيد يعني مزيانه للدوره د العين. الا كانوا فيها شي تجاعيد ولا شي حاجه يعني راه حاجه اللي زوينه للبشره. هذا علاش قلت لكم غادي نديرها حتى لدائره العين. المهم غادي نديرها في وجهي كامله وغادي نخليها على البشره ديالي تبقى من 20 حتى 30 دقيقه. يمكن لكم تخليوها حتى اكثر ماشي مشكل، ما تخافوا حتى شي حاجه. المهم انا غادي نستمر هكا، غادي نديرها على البشره ديال وجهي كامله، ومن بعد كيف قلت لكم نخليها من 20 حتى 30 دقيقه. من بعد نغسل وجهي ونرجع معاكم. هانتوما الحبيبات ديالي من بعد ما غسلت وجهي راه عرفتي كنحس بالمس نتاع البشره ديالي رطبه غزاله، يعني راه زوينه، راه غادي يبان لكم واحد الفرق. غير زعموا على هذه الوصفه هذه وديروها وان شاء الله راه غادي تعجبكم. بالنسبه لشحال الوقت يمكن لكم ديروها شحال ما بغيتو، 2 أو 3 المرات في السيمانه اللي بغيتو. يمكن لكم ديروها مرات متابعه، غير هو المقشر دار مره او لا 2 في الاسبوع ماشي اكثر. اما بالنسبه للوصفه نتاع الباربه يمكن لكم ديروها شحال ما بغيتو، راه زوينه بزاف. مي المقشر الا كثرتو منه راه ما مزيانش على البشره. المهم حبيبات ديالي كنتمنى انكم ما تنساونيش في لي لايك والتعاليق كذلك حتى هما. كنتمنى وصفتي تعجبكم، وما تنساوش خصوصا انني كنبغيكم بزاف. غنخليكم دابا ونتلاقاو مره اخرى ان شاء الله. بسلامه.